السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ دي اول مرة ليا على جروب انا مامة مراهق. هكون معاكم نص ساعة او اكتر. انا اسمي مروة بكر، ام الطفلين 8 سنين و11 سنة ومعلمة منزليا، يعني ما بيروحوش مدارس، انا المسؤولة عن تعليمهم. خريجة جامعة الازهر 2005، قديمة او كبيرة قوي شوية. وكمان دخلت كلية تربية جامعة السادات، وخدت ماجستير مناهج وطرق تدريس، ومؤخرا بحضر ماجستير صحة الطفل النفسية في جامعة الدول العربية. أنا مدربة تربية إيجابية، مهارات بناء شخصية، ومدربة مونتسوري. إن شاء الله هتكلم معاكم النهاردة عن الخناقات حاجة مهمة جدا، وجانب من جوانب الحياة، اللي بتدي ولادنا خبرات كتيرة جدا، وبتديهم معايير وقيم. عايزة اسمع منكم معنى الخناقات بالنسبة لكم ايه. عايزة اشوف الكومنت دلوقتي، يعني ايه. واضح عندي ان الكونكشن فصل، طمنوني كده. لسه موجودة معاكم لايف؟ لسه موجودة معاكم لايف ولا ايه؟ موجودة معاكم لايف؟ اكمل كلام؟ انا لسه لايف. طب احنا كنا نتكلم عن الخناقات. لو جيت طلبت منكم دلوقتي تقولوا لي معنى للخناقات، ثابت عندكم انطباع ايه؟ يعني اكمل العبارة التالية: الخناقات هي، وقولوا لي تعريفات من عندكم كده. طيب انا هقرأ اجاباتكم السابقة اللي انتوا قلتوها لي في البوست اللي كتبناه من كام يوم. الخناقات هي تحديات، مشاكل، ضغوط نفسية، أذى نفسي، أذى بدني، ذكريات مؤلمة. كل ده وأكتر بتسيبوا انطباع الخناقات. في ناس بتقول إن الخناقات بالنسبة لهم هي إني أنا شخص ضعيف مش بقدر اخد حقي. في ناس بتقول أنا قوي وبقدر اخد حقي بالقوة. في ناس منكم هتقول إن الخناقات بالنسبة لها نوع من انواع الضعف، من كتر ما هي خدت خناقات. بالظبط كده، اكتر ضغط نفسي بتتحط فيه. فالخناقات نعمل فيها ايه ونتكلم فيها ازاي؟ خليني ابتدي بجملة دايما ببتديها مع كل الامهات في كل الورش: هي انا فين، انا موجودة فين، وعايزة اروح فين، وهروح ازاي. فخلينا نبتدي بالاول: انا فين. الخناقات بتمثل لي حاجات كتيرة قوي، تحديات كتيرة قوي، ومشاكل كتيرة قوي. انا عايزة اعرف دلوقتي ايه هي المشاكل والتحديات اللي مسببها لكم الخناقات في يومكم. يعني ممكن كل واحد فيكم كده يقول جملة كده او كلمة كده. طبعا يعني غير اللي انا قلته بقى، انا اللي قلته، انا عايزة اسمع منكم انتوا. اهلا اهلا يا امل. اغششكوا برضو.
لما بتشوفي ابنك بيتخانق مع حد او بيتخانق مع اخوه، او اتنين طلاب عندك لو انتي معلمة بيتخانقوا في الفصل، او ايه الاحساس اللي بيجيلك او ايه الشعور اللي انتي بتبقي حاساه وقت ما بتشوفي الخناقات دي؟ ضغوط نفسية، نفس الكلام اللي انا قلته يعني من شوية. طيب تمام. السؤال التاني بقى اللي هتنقل عليه على طول، ايه هي المهارات الشخصية اللي نفسكوا ولادكوا يكونوا متحلين بيها؟ يعني ايه الصفات اللي تتمني ان ولادك يكونوا فيها لما يكون في حالة الخناقات كده؟ عايزاه يكون شكله ايه؟ يعني نفسك لما يكون في خناقة كده وابنك مشترك فيها او عضو فيها او طرف فيها، نفسك تشوفيه عامل ازاي؟ دي اللي هتقولنا بقى احنا رايحين فين، او الخطة بتاعتنا، او الهدف او التارجت بتاعنا ايه. نفسك تشوفي ابنك عامل ازاي؟ ها، صبور، عنده ضبط نفس. ها، بغششكوا اهو. محتاجين تشوفوا ولادكوا ازاي في الحالة بتاعة الخناقات. ها، سؤال تاني بقى وانتوا بتفكروا في الرد كده، هي انا كولي امر المفترض انا نموذج وقدوة لولادي. لو حصل خناقة او حصل مشادة او شجار ما بيني وبين اي حد، فالمفترض ان انا كنموذج ايه الصفات اللي المفترض ابني يشوفها فيا، يشوفها في النموذج، علشان لما يتحط هو كمان يقلدني. فانا لازم اكون موديل، لازم اكون نموذج قدوة ليه. الكبير بالنسبة لي يبقى هو اللي بيحافظ على اخواته وبيلم شملهم. تمام، لافلي بير. اوكي. طيب الثلاث اسئله اللي انا سالتهم لكم دول، اللي هم رقم واحد، ايه هي التحديات او المشكلات اللي انت شايفاها مع ابنك؟ دي الارض اللي انت واقفه عليها دلوقتي. تمام. وايه هي المهارات او الصفات اللي انت نفسك تشوفيها في ابنك في الحاله دي؟ ده التارجت بتاعك، او ده المدينه او الشط اللي انت عايزه تروحي له. والسؤال الثالث اللي هو انت كنموذج ممكن تكوني عامله ازاي قدام ابنك؟ دي نوع او واحده من الوسائل اللي انت لازم تستخدميها علشان نقلل الموضوع ده شويه. بس خلينا نتكلم دلوقتي على ليه الولاد بيتخانقوا اصلا ليه بيتخانقوا؟ اكيد في اسباب يعني. الولاد بيتخانقوا علشان اسباب كتيره قوي، عايزاكم تساعدوني في ان انتوا تقولوا برضو من خبراتكم ومن المواقف اللي بتمر عليكم ايه الاسباب اللي انتوا شايفينها غير اللي انا هقولها. يعني انا هتكلم دلوقتي مثلا عن السن ما بين الولاد وبعضها. يعني تلاقي مثلا الام اللي عندها اكتر من طفل، الطفل الاول بياخد اللي زي بيقولوا بقى ايه، بياخد الاهتمام كله في الاول، الطفل اللي في اخر العنقود بيكون طبعا الدلع بقى، خصوصا لو كان هو الصغير بتاع العيله كلها، فتلاقيه بقى بياخد شويه دلع. طب لو في طفل في النص، بيبقى يعني مش لاقي نفسه او مش شايف نفسه ما بين الاثنين، بيبقى منسي شويه ما بين الاثنين. فالسن تحدياته كبيره ومشاكله كبيره. زي برضو لما يكون عندنا طفل عنده 3 سنين وابتدى يبقى عارف ان دي اوضتي ودي لعبي ودي حاجاتي، وجاي له طفل رضيع صغير حابب انه يكتشف وبيحبو وبيحاول يعرف ايه الحاجات دي. كل واحد فيهم بيكون له وجهة نظر، والاطفال عشان اختلاف السن بتاعهم بيبقى فيه مشاكل كبير.
كتير. برضو لو هنتكلم على سن الأطفال الكبيرة أو المراهقين الكبار، مواعيد الدراسة والنوم والحياة بتاعت ولادنا المراهقين بتختلف تماما عن حياة وأسلوب وروتين الولاد الصغيرين، فبيحصل من هنا بعض المشتتات. أنا داخل أنام علشان عندي دراسة بكرة، فيجي أخويا الصغير يفتح الأوضة وهو أصلا ما بيروحش المدرسة، وهكذا. ما فيش نفس العوامل اللي ما بينهم، فمن هنا بيكون في مشاكل بسبب السن وعوامله واختلافه. الجنس برضو، الجنس يعني على سبيل المثال لو انا عندي ولدين وعندي بنتين، فهتلاقي ان الولدين مع بعض مشاكلهم اكتر من لما يكون ولد وبنت اخوات. يعني برضو البنتين مع بعض مشاكلهم اكتر من لما يكون عندي ولد وبنت. ليه بقى؟ لان الولاد نفس الاهتمامات، نفس الملكية بتاعت حاجات كتير قوي، فمن هنا بيحصل بقى ايه؟ شد وجذب بينهم. البنات بيحصل بينهم تنافس، مين هيلفت نظر التاني اكتر، مين اللي هيلبس افضل، مين. فبيبقى الاختلاف ما بين الولاد والبنات اللي نفس السن غير لما يكون الولاد جنسين مختلفين. عندي كمان احيانا بعض المشاكل بتاعه الخناقات بتحصل بسبب لفت الانتباه، لما يكون الاب والام مش هنا خالص، مش موجودين في العالم ده، كل واحد فيهم مشغول. كان الله في عونهم، الاب مشغول بحاجات كتيره جدا بره البيت، او حتى لما بيجي البيت بيبقى عايز يفصل تماما عن مشاكله في الشغل، فتلاقيه في دنيا تانية. والأم برضو طول اليوم ضغطها في المذاكرة والبيت والأكل والطبيخ والتدريس وي مضغوطة جدا، فبيجوا هما الاتنين تحس كده ان هما في دنيا تانية غير الولاد، فالولاد بيبقوا عايزين يلفتوا انتباههم، فبيحصل الشجار ده نتيجة لانشغال الآباء. حاجة كمان من أسباب الخناقات، ودي بشوفها كتير قوي في الاستشارات، الغيرة ما بين الأخ والأخ، وده بيكون له أسباب كتيرة قوي، زي مثلا إن الأب أو الأم يميلوا ناحية طفل معين ويهملوا الطفل التاني إلى حد ما من وجهة نظره هو. أنا مش بقول من وجهة نظر الأم والأب، ولكن هو من وجهة نظر الطفل ده عايز يتحب بطريقة معينة، فمش لاقي ده. ممكن تكون الأم مثلا بصرية، زي ما أكون مثلا يعني لو ما بشرح أنماط الشخصية، فبتلاقي إن أمهات كتير قوي ما يعرفوش نمطهم هم إيه ولا نمط ولادهم إيه. يعني المفترض إن الطفل ده عامل زي جهاز جديد انت عندك موجود في البيت، ففي كتالوج معين لازم تعرفيه عن ابنك عشان تعرفي تتعاملي معاه. فيجي، وده اللي بيحصل كتير قوي في الاستشارات او في الورش بتاعتي، فبلاقي مثلا ان الام بصريه، تمام، وعندها كذا طفل، منهم طفل بصري، فالكيمياء ما بين الاثنين دول واحده، بيفهموا بعض بالنظرات. طيب والطفلين التانيين ممكن يكون في واحد سمعي واحد حركي، فالام مش عارفه تتعامل على حسب لغتهم في الحب. هي بتحبهم بس هي مش عارفه توصل لهم الحب ده، وهم كمان محتاجين يتحبوا بالطريقه اللي تناسبهم مش بالطريقه اللي تناسب الام. فدي حته مهمه جدا ان انت كأم تبقي عارفه الكتالوج بتاع ولادك، تمام. وان شاء الله لو في فرص تانية هبقى اكلمكم على الانماط بتاعت الشخصيه دي بشكل كبير. فدي برضو من الحاجات اللي بتخلينا ما نلاحظش الولاد اللي احنا عملناه من غير ما نقصد ما بينهم، اللي احنا زرعناه ما بينهم. من الحاجات اللي برضو هتكلم عليها هي اختلاف الطباع، ودي برضو هرجع اقول انها من كتالوج الشخصية بتاعت ولادي. بيصعب عليا قوي قوي والله بجد ان يكون عندي امهات واحنا بنتكلم كده مع بعض ما تبقاش لا فاهمه نمط ابنها التعليمي، مش فاهمه تذاكر له ازاي، ما تبقاش عارفه نمطه الشخصي، يعني طريقه كلامه مثلا بيشوح حاضر بيشوح. طب هو بيشوح ليه وبيتكلم بسرعه ليه؟ ده انا وباباها هاديين، فده اسمه نمط شخصيه انت مش عارفاه. حاجه كمان اللي هي النمط
او لغات الحب الخمسه، كل طفل وليه لغه حب معينه، هي مش عارفه لغه الحب، مش عارفه تتواصل معاه. النقطه اللي انا بكلمكم فيها بقى الطباع. عارفين انتوا في مثل انا مش متذكراه بيتكلم عن الايه، الطبع. افتكرت، الطبع يغلب التطبع. يا جماعه في 9 طباع للبشر، طبعي غير طبعك غير طبع فلان. ممكن يكونوا اخوات 2 توأم ومولودين في نفس البيئة ومتربين نفس التربية واخدين كل حاجة زي بعض، بس ده طبع وده طبع. فلما تجيلي أم مش عارفة طبع ابنها، دي كارثة. تمام. فالطباع بتختلف من طفل للتاني، ولأن هم نفسهم مش فاهمين ده، فمن هنا بيحصل برضو شجار. انا مش فاهم الطبع بتاع اخويا ايه. وعلى فكره يعني انا عايزه اقول لكم ان انا من الناس اللي يعني بنادي بمبادرات ان الاطفال يفهموا نفسهم، مش احنا خلاص بقى ده يعني انا بعمل ورش عشان بتكلم مع الامهات عن كتالوجات ولادهم، بس انا بعمل ورش برضو تانية عشان الولاد نفسهم يبقوا طالعين فاهمين ولادهم، لان الولد اللي عندك ده هيبقى اب بكره، والبنت اللي عندك دي هتبقى ام بكره. فلما يعرفوا من دلوقتي انماطهم وكتالوجهم هم وكتالوج الناس اللي حواليهم، فبنتك هتعرف تتعامل مع حماتها كويس، وابنك هيعرف يتعامل مع مديره كويس ويعرف يكسب اللي قدامه واللي حواليه. فمهم جدا ان احنا نبقى برضو عارفين اختلاف الطباعات او الامزجه ال9 زي ما بقى انا بقولها في الورش. فده برضو من العوامل اللي بتسبب الايه، الخلافات او الخناقات ما بين الولاد وبعضها. طيب من برضو من اهم اسباب الخناقات الحب المشروط. يعني ام بتقول لابنها انا بحبك مثلا بشكل، هي ام مثلا هنقول انها سمعيه، فالسمعيين دول بيتكلموا كتير، بيعبروا عن حبهم بالكلام، فدايما هتقول لابنها انا مثلا بحبك، وتيجي عند ابنها التاني مثلا تقول له انا بحبك، فهو مش سامع، هو شايف ان ده فرحان بالحب وانا مش فرحان بالحب. دي كانت اللي هي الكتالوجات اللي احنا قلنا عليها. انا بحبك لما عملت كذا، او انا حبيتك لما جبت درجات عاليه، او ان انا مش هتحبيني لما اعمل كذا، مش هتحبيني لما اعمل كذا. فدي من الحاجات اللي بتخلي الولاد يقعوا في شرك بقى الخناقات والخلافات. في حاجة احنا كده دي محاضرة لوحدها بقى ان شاء الله، ربنا ييسر ان شاء الله وابقى ادخل اتكلم معاكم فيها، اللي هي اسمها الاهداف الخاطئة للطفل. يعني هو الطفل لما بيجي يعمل سلوك سيء كان خناق او غيره، فهو بيبقى عنده 4 اهداف علشان يعبر عن حاجة من ال4 اللي احنا هنبقى نتكلم فيهم. دي حاجة مهمة جدا جدا جدا، وممكن اقولهم لكم على بشكل مختصر. انه يكون عنده مثلا حاجة اسمها الاهتمام الغير مستحق. يعني عايز ماما تبص له على طول، عايز ماما تاخد بالها منه على طول، عايز ماما تبقى معاه على طول. يعني انا مش بحس بالامان ولا بالحب الا لما تكون ماما قدامي واخده بالها مني بشكل في برايفسي كده، او بشكل يعني مغلق. في تاني حد مثلا من الولاد بيعملوا مشاكل علشان يقولوا لمامتهم ان انا يعني مسيطر، انا يعني قوي، انا اعرف اليد او ادير او اقود الناس وكده. فده برضو محتاج انه يتحب بطريقة معينة ونتكلم معاه بطريقة معينة. كمان في ولاد بيكونوا عندهم حاجة اسمها العجز المفترض، اللي هو انا ما بعرفش اعمل كذا، ما بعرفش اعمل كذا، ما بعرفش اخد حقي، ما بعرفش اتكلم، ما بعرفش اعبر عن نفسي، ما بعرفش، وانا عايز ماما هي بقى اللي تقوم بدور ايه، حامل حمى في التوقيت ده. تمام. عندنا كمان حاجة مهمة عايزه اتكلم معاكم فيها. احنا كمدربين تربيه ايجابيه بنتكلم عليها، ان لما يحصل خناقات مع الولاد، سواء بقى فصلك كمعلمه او في ولادك في البيت، فهنعمل حاجه من 3 احنا بنقول عليهم 3 بيز. حاجه من 3. اول حاجه هي ان انا اسمع بس هعمل ايه. اول
بيريت. انا هدخل على الولاد الاوضه واوري نفسي واقعد اتفرج، سيبهم بقى يتخانقوا واقعد اتفرج. وجودي في حد ذاته وسطهم هيقلل التوتر عندهم، وطبعا هيزود التوتر عندي كأم. وده عايزه اقول لكم جهاد كبير جدا جدا مع النفس، يعني ان انت تحاولي تتمالكي اعصابك وانت سامعه الكلام والشد والمد الايد والكلام ده كله، فده جهاد مع النفس انت هتثابي عليه. بس خدي بالك من حاجه، ان انت وانت قاعده معاهم ومش يعني يعني مش بتتدخلي خالص، ده هيحسسهم ان هما الاتنين في مركب واحده، هما الاتنين متساويين عندك. تمام. الرياكشنز بتاعت وشك بقى خدي بالك منها، وانت بقى مثلا بتبصي للكبير كده ولا بتبصي للصغير كده وبتصغديه، والكلام بتاع الامهات اللي انتوا عارفينه ده بيوصل للولاد دايركت فبيفهموا على طول. لا، حاولي تخلي على وشك علامات المساواه، ان انت قاعده بقى مستنيه اشوف اخركم ايه. اوكي، فده هيخليهم التوتر ما بينهم يهدى شويه. في نفس التوقيت احنا عندنا حاجه في المخ كده اسمها الكورتكس اريا، دي هتخلي الولاد يعني ايه مخهم يبقى متطور شويه. يعني احنا لما بنيجي نتخانق بيبقى في جزء كده في المخ هو اللي شغال، وهو ده اللي مسيطر علينا، اسمه الليمبيك اريا. والليمبيك اريا دوت بقى بص ما فيهوش تفكير، احنا بنعمل دايما العلامه دي، الناس بقى اللي درست تربيه ايجابيه عارفينها. فالاطفال في التوقيت ده مش منطق، مفيش تحليل، مفيش حل مشكلات، مفيش. فوجودك هاديه وثابته وما بتعمليش اي حاجه وبتتفرجي، ده هيخلي مخهم يرجع للوضع الطبيعي ويبتدوا المنطق بقى يشتغل هنا بقى والكلام ده كله. تمام. طيب تاني حاجه احنا ممكن نعملها في حاله الخناقات دي اللي هي بقى ايه؟ بيتت بقى. احنا قلنا اول حاجه بيرت، هدخل واقعد لهم في الاوضه لغايه لما يخلصوا خناق. الحاجه التانيه بقى ان انا ادخل اوريهم نفسي وامشي، بص لهم كده بس اتاكد ان هم شايفيني، اتاكد ان هم عرفوا ان انا موجوده، عرفوا ان انا وصلني الخبر بتاع الخناقتكم دي. فهدخل اوريهم نفسي وهمشي. الحاجه الثالثه بقى اللي احنا ممكن نعملها هي ان الولاد بقى لو الموضوع وصل بقى لاذى نفسي او اذى بدني، ان انا ادخل افصل القوات. كل واحد منكم في اوضه، كل واحد منكم يقعد في حته تانية. عايزين تتخانقوا اطلعوا بره. الحاجات دي كلها مبنيه على اسس علميه، هقول لكم ليه. ممكن كل واحد يقعد في اوضه، فصل قوات. تمام. كل واحد فيكم يقعد في حته بعيده لغايه لما التاني يهدى. عايزين تتخانقوا اطلعوا اتخانقوا بره في اي حته بقى، اتخانقوا بره. او مجرد خروجهم بره دي، يعني مجرد ان هم يمشوا لباب البيت بقى، لباب الريسبشن بتاعك لاي حاجه، فمجرد مشيانهم ده بيخلي المخ اللي كان مسيطر فيه الليمبيك اريا المسؤوله عن المشاعر المنفجره دي، هيخليه يهدى ويبتدي يشتغل بقى الجزء الخاص بالمنطق اللي هو الكورتكس اريا. تمام. ممكن لو الموضوع ما وصلش ليه اذى بدني او نفسي، ممكن اطلب منهم ان هم ادخل بقى هنا افصل القوات عن بعض، واطلب منهم ان هم يحلوا مشكلتهم ويطلعوا لي بحل. انا بعمل كده مع ولادي 11 سنه و8 سنين. بقول لهم هتدخل ولا هتحلوا المشكله؟ فهم بقى ايه بيروحوا يعني بيظبطوا ويرجعوا لي كده احنا حل. واحد بقى تنازل، واحد تنازل، واحد مسك في رايه، واحد هما مع بعضهم. لان الخناقات دي عايزه اقول لكم مهارات، كميه مهارات هم بيتعلموها من خلال الخناقات دي.
مهارات شخصيه زي مثلا ان هو يحل المشكلات، ازاي يعبر عن نفسه، ازاي هو المره دي كان ضعيف فيبقى المره الجايه قوي. بس بالله عليكم بدون تدخل من اولياء الامور، لان اولياء الامور لما بيتدخلوا بيبقى في آه واحد من الولاد خلاص انا بقى عندي الحمايه الدايمه، فده بيبقى متنمر. بعد كده بيبقى الشخص اللي دايما بيبتدي المشاكل، بيبقى الشخص اللي بيسخر من الناس. خلاص دايما ماما بتدخل تحاميلي. تعالوا نعمل كده تدريب كده مع بعض، او هقول لكم على حاجه. تخيلوا كده ان انتوا الطفل الاصغر في البيت، وعندكم طفل، عندكم اخ اكبر. فطبعا الاخ الاكبر ده بقى هو اللي دايما بتاع مشاكل، هو اللي بياخد حاجاتكم وبيعمل حاجاتكم. وانا كأم كل ما ادخل عليكم اقول لكم انتوا يا صغيرين، مش بكلم الكبير، ادخل بقى اقول لك عيب كده، لو سمحت تتكلم مع اخوك بشكل كويس. انت يا استاذه في حد يتكلم مع اخته كده، اتفضلي بقى صلحي الموقف. فمره على مره على مره قولوا لي احساسكم ايه، وانا كماما كل مره من غير ما اسمع من الطرفين حميت لي الكبير وسبتكم انتوا يا صغيرين بتشعروا باللي بتشعروه. قولوا لي احساسكم هيكون ايه دلوقتي؟ يعني الاحساس ده كلمه واحده حاسه بيه: الحزن، الغضب، القلق، التوتر، الضعف. حاسين بايه؟ طيب زي ما قلت، الشخص اللي بيتلقى الحماية الدايمة ده بيبقى على طول شخص متنمر. ليه؟ علشان ماما اتدخلت ولا بابا اتدخل وهو كان حامل حمى بالنسبة لي، كان لساني وكان مخي وكان ايدي. فانا يعني هتنمر على خلق الله. في طفل تاني بيعيش دور الضحية حتى لو هو مش ضحية. ليه بقى؟ علشان يكسب تعاطف الأهل. تمام؟ وده بينتج عنه بعد كده شخصية سلبية، طفل سلبي أو مراهق سلبي أو شخص سلبي. وخدوا بالكم من حاجة مهمة جدا عايزة أقولها لكم، هي إيه بقى؟ إن كل المشاكل اللي بيمر بيها الطفل أو المراهق أو الشاب، طبعا مش هنتكلم على الشباب دلوقتي، طبعا إحساس بالظلم، برافو يا بسمة. طيب كل المشاكل اللي بيتعرض لها ولادنا من 0 لغاية 12 سنة ما هي إلا تدريب ميداني لمواقف هتتكرر تاني بشكل أكبر لما يكون راجل ومسؤول عن بيت وأسرة وشغل. الخلاف اللي ما بينه وما بين أخوه وهو صغير هيتكرر تاني مع زميله في الشغل، هيتكرر تاني مع زميله في الجامعة، هيتكرر تاني مع زميله في الجيش. كل المواقف اللي بتمر على الطفل وهو صغير بتتعاد تاني بشكل كبير. وعلى فكرة نفس التصرف اللي تصرفه وهو صغير هيتصرفه تاني وهو كبير، إلا إذا ابتدينا نشتغل بقى على المهارات الشخصية بتاعت الولاد. عايزة اقول لكم على حاجة بالمناسبة، علشان بس الناس اللي مهتمة بالجزء التعليمي والجزء الأكاديمي ده ولا حاجة جنب اللي هيشتغلوا لما يتخرج يشتغلوا. احنا محتاجين تعلموا الولاد الأكاديمي، تمام، المهارات الشخصية، وكمان القيم، لان دي اللي هتكون هي الايجو بتاعه او السوبر ايجو او الضمير بتاعه اللي هيقول له انت بتتصرف صح ولا بتتصرف غلط. فالمفترض نشتغل على ال3 جوانب دول. تمام.
طيب عايزه اقول لكم بعض الافكار اللي الناس كانت بتشاركهاني في التصرفات لما يكون في حالات زي الخناق، وفيهم حاجه كده فاني قوي، اللي هو انا لما اشوف ابني بيتخانق ولا حاجه، او ولادي الاتنين بيتخانقوا ولا حاجه، فهدخل بقى كده طبعا لما تكون مزاجك رايق بس ماشي، فاروح ماسك بقى مايك، ومعاكم فلانه الفلانيه من قناه BBC، وفي اتنين هنا بيتخانقوا، تعالوا نسمع الحكايه من الاتنين. الطرف الاول اتفضل، وابتدي ايه اخلي واحد هم طبعا هيخرجوا بره المود خالص بتاع الخناقه لما يلاقوا تصرف غير تلقائي حصل من الام اللي كل مره تدخل تزعق وتشوط فينا، داخله تهزر وتتكلم، وفي نفس التوقيت هي بتسمع، فكل واحد هيتكلم ويقول اللي هو محتاج يقوله. دي حاجه كده يعني، اقترحوا انتوا بقى افكار تاني فيها دعابه علشان بس اغير نمط تفكير ولادي في المخ، بدل ما كان الليمبيك اريا اللي كانت هي اللي شغاله، ودي الجزء المسؤول عن المشاعر هي اللي كانت شغاله، فنرجع تاني الجزء الخاص بالكورتكس اريا المسؤول عن الايه التفكير وتحليل المواقف والمنطق. ممكن كمان تبقوا عارفين ان الحياه دايما مش ابيض ومش اسود على طول، لا لازم يكون في حلول كتير وفي حاجات كتير، ومفيش واحد حلو ومفيش واحد وحش من الولاد، ودايما كل المواضيع اللي ايا كانت هي ايه ليها حلول لو بصينا للموضوع نظرة خارج الصندوق. ومهم جدا ان انتوا تعلموا ولادكم ازاي تديروا الخلافات، لان ده كورس لوحده وده فن لوحده، ادارة الخلافات. فهقول لكم على حاجة سهلة جدا انتوا ممكن تعملوها في البيت. هي لو احنا عندنا مشكلة معينة وبتتكرر ودايما بيكون عليها خلاف، فنجيب ورقة ونبتدي نكتب المشكلة دي عليها ونعلقها، تمام؟ كل ما تقابلنا مشكلة نكتبها ونعلقها، وبعد كده في يوم لذيذ رايق وجميل لازم تقعدوا كده تعملوا اجتماع عائلي، وتبتدوا تتكلموا عن المشكلة دي من غير ما نلوم حد، من غير ما نعاتب حد. احنا نتكلم في المشكلة ونركز على الحلول، اعرض المشكلة وركز على الحلول. انت عندك حل، انت عندك حل، انت عندك حل، والحلول اللي تتقال تتكتب. حل رقم 1، حل رقم 2، حل رقم 3 للموضوع. لا انا لومت ولا عاتبت ولا بقيت عامل زي الضابط في البيت ودوري اني اتصيد الاخطاء وحاسب عليها، لان ده مش دوري. انا دوري مربي، مش قاضي ولا جلاد ولا محقق ولا ضابط علشان ابقى عامل زي عيني الذبيبه كده ما بتشوفش غير الحاجات الوحشه بس. لا، انا ام وعيني لازم تكون عامله زي عين النحله ما بتشوفش غير الحاجات الحلوه في ولادي، وكل ما بشوف حاجه حلوه اتكلم عليها. انا عارفه ان احنا كأمهات بنبقى متوقعين ان هم كويسين، فبنتصدم لما يعملوا حاجه غلط، وده اللي بنقف عنده. لا، ولادنا محتاجين ان احنا نوريهم منظور تاني عن نفسهم، كويس في ايه وحش في ايه، ونقعد مع بعض لما يكون في مشكلة نحطها ونتكلم عنها. هي المشكلة دي نتعامل معاها ازاي؟ ابني جه من المدرسة مضروب، طيب قبل ما اقول له اكيد انت عملت واكيد انت سويت واكيد اسمع علشان ما اصدرش احكام خاطئة، اسمع منه من غير ما اعلق، لان هو ممكن يطلع حلول لمشكلته من نفسه. انا اتضربت في المدرسة، ليه يا حبيبي؟ تعالى احكي لي ايه اللي حصل. اصل يا ماما صاحبي عمل وسوى وي 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 وي. انا قاعدة بغلي من جوايا، انا عارفة ومقدرة، انا قاعدة بغلي من جوايا. طب وانت كنت حاسس ايه وقتها؟ طب انت فكرت في ايه وقتها؟ واسأل وهو يرد.
اسال وهو يرد. كل ما اسئلتي تتسال كل ما مهاره التفكير عنده بتزيد. فانا هساله واقول له طيب وبعدين انت عملت ايه والمس قالت لك ايه، وفي الاخر سؤال بقى بختم بيه كلامي معاه، وانت قررت ايه؟ قررت يا ماما ان انا اروح بكره اكلم المس واقول لها كذا كذا، او اكلم والد الطالب ده واقول له كذا كذا، او هروح اضربه بكره واخد حقي. سيبيه يفكر ويقول ويتوقع اللي هو عايزه ويتخيل اللي هو عايزه، واليوم هيعدي ويخلص وهيعرف ياخد حقه بطريقه تناسبه. وفي نفس الوقت انا ما بقولكيش اسكتي، انا بقولك لا يعني، بس اديله فرصه يحل مشكلته. افتكري تاني ان ابنك بكره هيكبر ويكون في نفس الموقف وانت مش موجوده. ابنك لما يتخانق مع زميله في الشغل، ولا مع مديره في الشغل، ولا مع سواق ميكروباص راكب معاه، ولا سواق تاكسي، ولا هيتصرف ازاي؟ هل هيتهور ويقوم يضرب ويكسر، ولا هينكسر ويضعف ويسيب حقه ويمشي؟ هل فكري في الموقف دلوقتي. انا عايزه اعلم ابني ايه؟ ولادي اللي بيتخانقوا مع بعض عايزه اعلمهم ايه؟ تمام؟ طيب الحاجه اللي انا يعني حابه ان انا اتكلم فيها معاكم هي ان احنا علشان نقلل الخلافات دي مع الولاد، اول حاجه لازم اهيئ البيت من حواليه بكذا ناحيه. بقى انا كنموذج بتكلم مع ولادي ازاي؟ هل يا ابني كذا ويا ابني كذا في لساني على طول والاب نفس الكلام، ولا هل انا دايما بتكلم معاهم باحترام، ولا هل انا وسط وشويه عصبي وشويه هادي وشويه حبيبي وشويه يا جزم وشويه يا انت عامله ازاي؟ وهتعملي ايه في نفسك علشان تكوني نموذج وقدوه لاولادك، وتقدمي لهم نموذج صحي او علاقه صحيه بينك وبين باباهم قدامهم. الحاجه الثانيه هي انك تهيئي البيئه المحيطه، يعني في مواعيد للنوم، في دي حاجاتك انت، يعني تظبطي الدنيا كده عشان ما يبقاش فيه خلافات، خصوصا بقى مع البنات اللي هو بقى ايه لبسهم مع بعض، او الولاد لما يكون بيلبسوا في نفس السن تقريبا مع بعض. فانت حاولي تحطي قواعد. طب انا هحط قواعد؟ لا انا ما قلتلكيش انت اللي تحطي القواعد، بس انا اقصد ان انتوا كمجموعه او كعيله لما تقعدوا في اجتماع العيله تبقوا حاطين قواعد لكل حاجه وبالاتفاق مع الكل. وفي حاجات بتتجرب وفي حاجات بتفشل، وفي حاجات القعده مع العيله دي انا وماما واخواتي، انا غالبا الاب ما بيبقاش موجود عادي، انا وولادي احنا الثلاثه بنقعد نعمل اجتماع العيله ده مع بعضنا. لو الاب مش موجود مش مشكله، انا عارفاهم هم مش فاضيين، فاحنا نقعد ونتكلم المشكله دي تتحل ازاي. طب عايزين نحط قواعد للنوم، عايزين نحط قواعد للدولاب والكركبه اللي فيه ولبسكم اللي بتاخدوه من بعض. اقعدي تتكلمي مع بعض وسيبيهم يتكلموا. حاولي تمرني نفسك على انك اسمعي ولادك، اسمعيهم، هتلاقي هم بيعرضوا المشكله ازاي، بيحطوا تعبيرات لمشاعرهم، وده اللي احنا مفتقدينه في زماننا بشكل كبير جدا. كمان هتلاقيهم هم اللي بيطرحوا حلول، سيبيهم يجربوا ويغلطوا. هتكلم معاكم برضو عن جزء هيقلل برضو الخلافات ما بيننا، ان احنا ما نقارنش ما بين الولاد. ما اخوك صلى، ما اخوك بيذاكر، انت مش شايف ده بيعمل ايه، مش شايف ابن خالك ما نقعدش نقارن ما بيننا وما بين حد. ابنك خده على كل اللي فيه وحبه بكل حالاته، انت ابني وبحبك في كل حالاتك، غلطان ظالم مظلوم انت ابني، وانا في ظهرك ودعمك، وده هنعمله بكذا طريقه، ولو غلطت هنصلح الغلط سوا. حب ابنك بشكل غير مشروط، وبطل تقارن ما بين طفلك وما بين اي حد تاني. زودوا بقى اوقات المرح
في عيلتكم في بيتكم. اخرجوا كتير، ما حدش يقول لي الخروج مكلف والدولار غلي والكلام ده كله. في اماكن مجانيه كتير حوالينا، ممكن تاخدوا ولادكم وتخرجوا بره، لان بره حيطان البيت جو تاني خالص، وده بيخلي البيت لما بتدخلوه ليه شوقة كده. اعملوا وقت معين كده في البيت ليه الجو العائلي بقى، اللي هو مثلا كل خميس في بقى فيلم بنتفرج عليه ولب وفشار وسوداني، حاجات كده يعني تقرب ما بينكم وما بين بعض خالص. بلاش تخلي الدنيا سباق وجري وضغط نفسي عليكم وعليهم. في الاخر قبل ما اختم هرجع تاني اقول لكم مهم جدا علشان ما يبقاش في خناقات ما بين الولاد، ان هم يتعلموا حاجات كتير قوي، وان شاء الله نساعد بعض في تعلمها، زي ازاي اعبر عن مشاعري، لان بداية اي خناق بيبقى غلط في القول. انا غلطت وانا بتكلم وبكابر اقول ان انا ما غلطتش، او حد خد مني حاجة غصب عني، فانا انت يا بني ادم انت، فهتلاقيني ابتديت الغلط بالقول، لاني ما عرفتش اعبر عن حالتي او عن نفسيتي او عن مشاعري بشكل مظبوط. رغم ان انا ممكن الموقف يتكرر معانا مرة تانية واحسن من كلامي، هعرف اخد حقي من غير ما مد ايدي من غير ما اغلط. فده مشكلة عند الطفل او عند المراهق في مهارات التواصل. يعني انتوا لو معاك ورقة وقلم دلوقتي اكتبوا ورايا ان اول حاجة انتوا محتاجين تتعلموها وتعلموها لاولادكم هي مهارات التواصل. مهارات التواصل ان انا اعرف اتكلم كويس، اعرف اعبر عن مشاعري كويس وعن احتياجاتي وعن ملكي وعن مشاعري، واعرف اقول لا بشكل كويس من غير ما احرج اللي قدامي، اعرف اسمع كويس، لان كتير ما بنلحقش، والاطفال نفس الكلام او المراهقين نفس الكلام، ما بيلحقوش يسمعوا وبيصدروا احكام بشكل كبير. فمهارات التواصل بتبقى حاجات كتير قوي: التعبير عن المشاعر، ادارة المشاعر، و فنون الاستماع، حاجات كتير قوي بتندرج تحت مهارات التواصل. الحاجة التانية اللي احنا محتاجين نتعلمها محتاجين نعرف فنون الرد. دي بند مهم جدا جوه مهارات التواصل، بس دي لازم اتكلم عنها لوحدها. ازاي اعرف ارد بشكل سليم على اللي قدامي. في ناس يعني ما عندهاش مشكله انها تكسفك وتحرجك، فهتلاقي نفسك بتتكسف وترد، او في ناس تانية عندهم الجزء بتاع التنمر ده عالي قوي علشان اسباب كتير قوي في الطفوله. فازاي اعرف اخد حقي من غير ما اضايق حد، او من غير ما احرج حد، او من غير ما اجي على نفسي، لان دي حاجه مهمه جدا جدا. كمان مهاره اداره المشاعر والغضب، دي حاجه يعني تحط تحتها مليون خط. ازاي لو حد اتنمر عليا اضايقني قولا اعرف ارد عليه. دي مهارات مش بتبقى موجودة في المدارس ولا في الكتب، ودي محتاجة لها كورسات معينة او هيكتسبها الاطفال بالخبرة، بس هياخدوا وقت طويل قوي، هيكونوا خسروا كتير قوي. ولكن دلوقتي في كورسات كتير قوي موجودة ممكن تعلم الاطفال الحاجات دي، او الطلاب او المراهقين. الحاجات دي كلها هتنفعهم بعد كده في حياتهم المهنية او حياتهم الشخصية. هتفيد ابنك لما يكون اب، وهتفيد بنتك لما تكون ام. مش عارفه انا وشيت دماغكم كتير، لان انا صراحه عايزه اتكلم كتير قوي في تربيه الولاد والامهات. هستنى منكم تقولوا لي ايه اكتر 3 حاجات نورت معاكم النهارده تحت اللايف، وانا هرد عليكم، وهستناكم تتابعوني برضو على صفحه مشوار امومه. وكل لحظه وانتم طيبين، ويا رب يا رب ما فيش اي مشاكل ولا خناقات ما بين ولادكم وبعضهم.
تحياتي ليكم، مروة بكر.